الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في رمضان كثرة الجود والإحسان. روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، والذي نفسي بيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. ووجه الشبه بين جود النبي صلى الله عليه وسلم والريح المرسلة سرعة العطاء وكثرة العطاء. فرمضان موسم للجود والإحسان إلى الخلق، وهذا عمل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا، ولئن أمشي مع أخي في حاجته خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجدي هذا. تأملوا هذا الحديث العظيم: أحب الناس إلى الله ينفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم. هذا السرور قد يكون بشيء يسير، قد يكون بإفطار صائم، قد يكون بإهداء كيس صائم، قد يكون بأمر يسير. هذا أحب الأعمال إلى الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولئن أمشي مع أخي في حاجته خير لي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا. يمشي مع المسلم فيقضي له حاجة خير من اعتكاف شهر في المسجد النبوي. إذن فلنكثر من الإحسان في رمضان، فلنكثر من إفطار الصائمين، من تفقد الفقراء والمساكين. الصدقة أجرها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ولا يستهين الإنسان بشيء، يعني هذا الكلام ليس مخاطب به الأغنياء فقط، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، تمرة فقط قد تقي صاحبها من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تصدق رجل من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد. يربيها كما يربي أحدكم فلوه، هو صغير الفرس يعتنى به ويهتم به، فقال يربيها حتى تأتي هذه الصدقة يوم القيامة كجبل أحد. فلنسابق أيها المباركون إلى قضاء حوائج الناس وإلى الإحسان إلى الخلق، ولو حتى بالكلمة الطيبة، ولو حتى بطلاقة الوجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم وأن يتقبل منا جميعا، إنه سميع قريب.